السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو جديد، ولو أول مرة تشوفينا اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعالوا بينا نشوف بقى قصة النهاردة بتقول ايه. بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخويا خاطب بنت مليانة تقريبا تقريبا كده حاجة 80 أو 90 كيلو، وإحنا بنهتم بنفسينا وشكلنا وده جسمها. وده محسسنا إنها مختلفة عننا. طب ما هي انتي عايزة ايه يعني؟ هي عاجباه. فكر فكريا وشكلا، وكمان كليتها اقل مننا. احنا كلنا دكاترة، سواء بشرية او صيدلة وخطيبته بتدرس في ألسن. هي البنت كويسة وكل حاجة ولطيفة ومش هنكره. بس مهما انا واخواتي نتكلم معاها في انها بنت وبنات، في بنات احلى. كل ما نتكلم معاه مع اخوكي. كل ما نتكلم مع اخوكي، معلش السطور دخلت في بعض. كل ما نتكلم معاه في بنات احلى منها، وفي كليات قمة شبهنا، وهو رافض وبيقول هي عجباني جدا. انت مالك؟ انت مالك؟ هي عجباه. هو عايزها، انت مالك؟ انتوا غريبة بأمانة. كلات كما انت مالك؟ انت برضو هو يعني هو انت بصي. انا هقرا الرساله في الاخر واقول، عشان دي انا قريتها الصراحه، بس يعني مش نازله لي من هنا البت دي. فتعالوا نكمل. تمام. كليات قمه وهو رافض وبيقول هي عجباني، ومرضاش ومرضناش نزودها في الموضوع. تعليمها ده عشان برضو هي أرزاق، احنا عارفين، بس قلنا له طب خلينا تغيير شكلها. يقول برضو عجباني، وهو مش عايز بنت رفيعة وهو بيحب الشكل ده، وكلام فارغ. كأن مفيش غيرها في الدنيا. حتى هو نفسه رياضي يعني، هي مش لايق عليه. ما اقصدش حاجة يا جماعة، بس التكافؤ مطلوب فعلا، حتى عشان ولادهم في المستقبل يبقوا عندهم حافز يجتهدوا زينا. زيك انت مفيش زيك انت. بابا مش فارق معاه وفرحان عشانه. شفتي؟ ابوه فرحان، انت مالك انت؟ ماما لما تلاقيه متعصب وبتقول لنا نسكت، بس هي ما بتحبش تشوفه زعلان. فانا اقنعه ازاي؟ تقنعي ايه؟ تعالي لي بقى. تقنعي مين؟ انت عايزه تقنعيه ان هو يسيبها عشان في بنات احسن منها؟ اصل هي في ألسن ومش عاجباكي. اصل انتوا بسم الله ما شاء الله العيله كلها في طب وصيدله، يعني انت بسم الله ما شاء الله. طب انت مالك؟ يعني انت مالك؟ حاجة ما تخصكيش. اول حاجة هي عجباه، مهما اتكلمتي مهما. والله العظيم اخوكي ده متربي 100 مرة، والله متربي 100 مرة. يعني انتي حاولتي معاه. بصي ان انتي سبحان الله، ده انت هيقعد لك حاجات يا سلام لما تشوفك بقى لما تتخطبيه. بتقنعيه ان هو يسيبها. ما اقتنعش. قال لك هي عجباني، قلت له طيب في الشكل. اصل هي مليانه. قال لك وانت مالك؟ هي عجباني. طب انت رياضي وهي مش معلش، هي كلبزه. انت مالك؟ هي عاجباه كده. هو حاببها كده على بعضها، وهو قال لك انا ما بحبش البنت الرفيعه. انت مالك انت بقى؟ حشره نفسك في الموضوع ليه يعني؟ انت سبحان الله. انا ياما بشوف، يعني هو انت اللي هتتجوزي اخوك دي؟ هو هي عاجباه. عاجبها طريقة لبسها، عاجبه شكلها، عاجبه كلامها، عاجبه تعليمها، عاجبه كل حاجة، والا ما كانش راح خطبها. بتقولي لما تكلمي مع باباكي، يعني معلش يعني هو كل حاجة باباكي وعلى عيننا وعلى راسنا، بس هو اللي يتجوز مش باباكي. بتقولي بابايا فرحان عشان هو فرحان. طبعا ابنه يفرح له طبعا ان ابنه خد البنت اللي بيحبها. بتقولي ماما ما بترضاش تزعله او تشوفه وتتكلم معاه، لما بتشوفنا بنتكلم بتقول لنا اسكتوا عشان هي ما بتشوفهاش، ما بتحبش تشوفه زعلان. ابنها يا بنتي، ابنها. انت انا مش عارفه الصراحه. عارفه هي حتى يعني هي عجباني برضو مامتك في حاجه، رغم ان هي المفترض تسكتك وتديكي بحاجه كده على بقك عشان تسكتي وما تتحشريش. المفترض ان هي تقول يعني تلمك
عشان تسكتي خالص من الموضوع دوت. الا وان هي عاجبها الكلام، بس هي بقى يعني مش عايزه ازعل ابنها، فاللي هو اسكتوا محدش يتكلم عشان انا ما بحبش اشوف ابني زعلان، فدي تتحسب لها الصراحه. لكن انتي ده انت عايزه، ده انت هتتروقي لما تتخطبي، ده انت عايزه تطلع لك واحده اخت جوزك. انا ما اعرفش بيقولوا عليها ايه، المفترض اخت جوزك، انا ما اعرفش بقى، لا سلفتك دي لا حاجه تانية. اخت جوزك عارفه هتوريك النجوم في عز الظهر، اللي انت كنت بتتكلمي عليها دي من شويه وبتقولي اصل هي مليانه، اصل هي مش عارف ايه، هتروحي بيت حرفيا ما يعجبهمش كل حاجه انت بتعمليها، من شكلك، من كليتك اللي انت، اصل احنا طب بشري لا صيدله، ماشي. آه آه احنا قلنا نشقلب المواضيع ونشوف نحط مكاننا، نقعد مكان اللي بيحصل له الموقف، هنعرف ان احنا مش ان احنا اللي غلطانين. فربنا يصلح حالك، ما تتدخليش وسيبي المركب تمشي. فيديو النهارده خلص، واول مره تشوفونا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واقول لكم مع الف سلامه.